وبدي احشي كمان التمر حشوة اضافية غير المكسرات. بدي احشيه ببسكوت اللوتس وبزبدة اللوتس كمان. بس اول شي بدي اضيف معلقتين حليب على البسكوت مشان شوي طريه. هي معلقة وهي تنتين. تقريبا انا استعملت 10 قطع بسكوت. وبعد ما استرطب شايفين هلا بدي اضيف عليه معلقتين من زبدة اللوتس. هي اول معلقة، هي التاني. وهيك صارت عنا الحشوة جاهزة. هلا بدي احشي التمرات فيهم. وهلا بدي اعمل حشوة تانية اللي هي بنكهة القهوة. مثل ما انكم شايفين انا عندي هون بسكوت مطحون اللي هو بسكوت الشاي. شايفين هي النوعية اللي استعملتها. فيكم تستعملوا اي نوع عندكم. انا طحنت هون 5 قطع. وهلا مثل ما انكم شايفين انا روبت معلقة صغيرة نسكافيه اللي هي قهوة سريعة الذوبان ودوبتها بمعلقتين مي. خليني احطها كلها هيك. وبدي اضيف عليها رشة كاكاو خام. هذا الكاكاو مر يعني ماله سكر. هي الحشوة كتير طيبة كتير لذيذة وبالذات للناس عشاق القهوة أكيد هي الحشوة رح تجي على مرائهم. وبحرك الخليط لحتى يصير عندي عجينة. وعندي هون شوكولا ذوبتها على الميكروويف. وهلا بدي أغطس هدول التمرات. وعندي هون جليتر ذهبي بدي زين فيهم حبات التمر. وعندي هون حبات البن مغطسين بالشوكولا كتير طيبين. وعندي كمان الورد المحمدي. هذا الورد بدي زين فيهم حبات التمر اللي حشيتهم بالفستق الحلبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.